تخيل معايا يوتيوبر مغربي كانت عنده لاشين وتسرقات ليه وضاع كلشي. الله قلت لك القلب المود باس ديال لاشين تبدل اي 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 صوفريهم وديك الساعه حقا تقاوى ماشي بقى فيا الحال بزاف كتقول صافي غتابوندوني هادشي. وماشي غير هكا، حبس اليوتيوب كامل وفقد الامل، ولكن رجع من جديد وبدا من الصفر، واليوم الناس كيقولوا باللي عنده احسن مونتاج في المغرب. في هذا الفيديو غنهضروا على القصه الكامله ديال توارا، القصه اللي فيها فشل رجوع وذكاء، وخليك حتى الاخر حيت غادي تسمع تفاصيل ما عمرك سمعتيها. شنو نقول لك، جربنا في ديك الوقيته هو هيطرى لي واحد البلا اللي خلاني نحبس اصلا ابوندوني هاد الفكره ديال اليوتيوب وكذا. شنو توارا ولا ايمن شاب مغربي عادي بحال اي واحد فينا، ولكن عنده واحد الحاجه، الباسيون اليوتيوب. وبحال بزاف ديال الناس بدا في ديك الفتره ديال 2017 و 2018 فين كان اي واحد كيحلم يكون يوتيوبر. جرب كلشي، فيديوهات عاديه، ديستراكات، محتوى ديال غرائب، ولكن ما نجحش. جربت بزاف في يوتيوب، ماشي اول مره وماشي ثاني مره صراحه. عندي استوار كبيره مع يوتيوب، بديتها من راك عارف ديك الايرا ديال 2017 2018 راه ويلي ما كاينش ما جربش يكون يوتيوبر في ديك صح. الوقت. كتشوف بزاف ديال اليوتيوبرز انت غادي تكون جربتي دير سوا فيديوهات ولا في ديك البيريود نقول لك. كنت جربت واحد لاشين فيها كنت دايرها بسميتي صراحه، ما عرفتش واش باقا ولا ما باقاش. ديك الساعه كنت ندير فيديوهات بحال عرفتي فيديوهات دابا دوك ديال لي فاين ديال كتهضر على بحال اللي كانت تيديرها سميتو سيمو الصدراتي ودوك الفيديوهات ديال لي فاين عرفتيهم. ناري. دوك الفيديوهات اللي كانوا نيتشات ديال ديك الوقت هذيك كلشي الوقيته كيديرهم صافي كانوا مفرقعين فريمون في الفيوز. ديك الساعه كنت جربت ماشي شي حاجه ما نجحاتش لاشين بزاف، ماشي شي حاجه جربت بزاف. جربت نقدر لقيت شي سكرين نحطها لك كاع تشوفها انا لقيتها كاع صافي دابا ندوزها في المونتاج. ديك الساعه فريمون ما كان عادي داكشي، ماشي كتصور فيديو ما فيه لا سكريبت لا والو، كتدخل عليها كيف ما كنقولوا. كنت جربت فيها حتى لي ديستراك ديك الساعه ديك ستراك لا ما ديك الوقيته تقوليش فاش كانوا لي ويلي. ديستراك والله الا كان جربت واحد ديستراكات تما راه طراش ديال بصح ما يمكنلكش تسمعهم. ما نجحاتش بطبيعه الحال، ما غاديش تنجح. وهذا الشيء عادي بزاف، حيت في ذاك الوقت اللي كان كينجح كان خاصو يكون خارق. في ديك الوقت راه فريمون اللي نجح في ديك الوقيته راه كان اكسترا اوردينير، حيت صعيب ديك الوقيته تطلع شين في ديك ولا الوقت. ولكن هنا غتوقع الصدمه. واحد النهار حمل شي كراك من الانترنت، والغد ليه غيلقى ان المود باس تبدل، لاشين تسدد، وكان وصل فيها تقريبا 500 سبسكرايب. يمكن غتشوفها قليله، ولكن في ذاك الوقت راه كانت حلم كبير. شنو نقول لك، جربنا في ديك الوقيته هو هيطرى لي واحد البلا اللي خلاني نحبس اصلا ابوندوني هاد الفكره ديال اليوتيوب وكذا. شنو في واحد الوقت قلت ديك 2019 وقيله كنت دخلت لشي ليان بغيت نديليشارجي شي حاجه مكراكيه ولا ما نعرف. دخلت ديليشارجيت ديك الكراك، الله قلت لك القلب المود باس ديال لاشين تبدل. اي 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 مش كانت ديك الساعه فريمون لاشين راه وصلت شي 500 سبسكرايب ولا شي حاجه. كانت بدل لي المود باس وفريمون ديك الساعه حقا تقاوى ماشي بقى فيا الحال بزاف، حيت شي حاجه اللي كنتي كتستمتع فيها ما يمكنلكش تعاودها من الزيرو، حيت راه ما يمكنش تطلع شي حاجه من الزيرو في ديك الوقت. وانت ديك لاشين راه فريمون ديك الوقيته راه كنت واقيلا بديتها شي عام ولا ما عرفت عامين، يلاه وصلت لشي 500 سبسكرايب ما يمكنش عاوتاني صافي. كتقول صافي غتابوندوني هادشي. وهنا توارى حبس كلشي وقال صافي ما يمكنش نعاود من الزيرو، وهذه هي النقطه اللي بزاف كيطيحوا فيها. ديك الساعه حبست كلشي صراحه، ما بقيت ندير والو. ولكن كانت عندي هاد الباسيون ديال الايديتين مونتاج، كانت عندي كنت نتعلم ديما بزاف د الحوايج. من ديك الساعه راه كنت نتعلم في بزاف ديال لي بروغرام، منهم ديك الشيء راه نقول لك لي بروغرام اللي كانوا عارفينهم الدراري ديك الساعه، لي بروغرام اللي كلشي كان كيستعملوهم. كين ماستر، عرفتي عقلتي على ديك الكين ماستر، ديك الواتر مارك ديال كين ماستر كيبقى عليه انشات ان شات هو. المهم داك لي زابليكاسيون د المونتاج تقريبا كاملين كنت نجربهم كنتيستي راسي. من بعد مدة رجع بواحد الفكرة جديدة، دارتي مع صحابو كانوا خدامين في ديسكورد، ومن تما تزادت واحد السمية غريبة توارا. ومفاجأة ماشي هو اللي اختارها، ولكن بقات لاصقة فيه حتى ولات براند ديالو، حتى الناس اللي كيعرفوه كيعيطوا له توارا ماشي ايمن.
فاش جات السميه ديال توار، حيت ديك الساعه ما كانت عندي حتى علاقه بهذا الشيء ديال توار. 2022 جو بونس ولا 2021 وقيلا. في ديك الوقت كانت ديك الفكره، عرفتي ديك الفكره ديال ليتيم ديال سايد مان الشياطه هي واي غانغ، عرفتي داك اللي وي. حكيت ديك اللعبه. عاوتاني غادي نتلاقاو عاوتاني بواحد الدراري كان عندهم نفس الباسيون، عندهم هاد الفكره ديال اليوتيوب وكذا. دخلنا ودرنا تيم، واخا حنا بعادين على بعضياتنا، ما عمرنا زعما تجمعنا في شي لوكيشن باش نديرو شي حاجه كونسومبل، ولكن كانت الفكره ديال نديرو شان اللي غادي نسميوها بشي سميه هكايا ونبداو فيها كونتنت، فهمتي؟ واخا نكونوا بعاد غادي نتجمعوا بحال هكا في ابل في ديسكورد ونخلقوا كونتنت في جيمنج ماينكرافت. انا في ديك الوقت كنت كندير كلشي، تيمونطي تيقلب الفكره تيجبد هادي تيدير. وفي ديك الوقت بقوه ما كانت هكا، كنا كندخلوا في ديسكورد والغوات والريج وداك الشيء. الدراري بقاو تيديروا واحد العبله تطلقوا عليها السميه ديال توارا، هما براسهم تلقوا كنيك نيم، تلقوا ديك السميه ديال توارا. وانا شنو ديك الساعه فاش دخلت معاهم ما لقيت اصلا ديك السميه ديالي. انا بقى ندير ايمن بحال هكا، ايمن جيمنج ولا ايمن شي حاجه، صافي كلشي دايره. اللهم بقات لي لاصقه لي ديك توارا في راسي، ودرتها كنيكني في ديسكورد. ديك الساعه كنت خليتها كنيكني في ديسكورد، بقات زعما كسميه ديالي، ما بقاش كاع معتمدين على سميتي انا حقيقيه. راه فريمون واحد حتى كبرت وهذا، وباقي بنادم اللي كنعرفو كيعيط ليا بها، ما تيعيطليش كاع بسميتي. اغلبيه كيعيطوا ليا بهاد النيك. 2023 هنا البداية الحقيقية، رجع نفس الاشياء القديمة ولكن كانت سميتها، وبدا بيوتيوب شورت، فيديوهات بالاي اي ومواضيع عشوائية، غير كيجرب حتى وصل 1000 سبسكرايب. من ديك الساعه خويا بقيت قلنا ما بقيناش كنبوستي في شي حاجه. جات 2023 بدات الشورت، بديت كنبوستي فيها شورت راندوم تندوي فيهم بالاي اي، واحد الهبله بالدارجه والاي اي، وكدوي على شي مواضيع اللي زعما ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء دابا ديال دابا، مواضيع اغرب شي حاجه هو اللي غادي ريكوفري لاشين تريكوفراتي من بعد داكشي. بقيت تنحط الشورت، الشانل كانت فيها واقيلا شي 500 سبسكرايب من ديك الساعه. المهم بقيت تنبوستي الشورت حتى وصلت ل 1000 سبسكرايب. حطيت اول فيديو فيها كنت اغرب ردات فعل ديال السجناء، ممكن تنخلط فيها. كنجرب اي حاجه اللي غادي يطلع، ما كانت تطلع حتى شي حاجه. ولكن مازال ما بان حتى نجاح، حتى دار واحد الفيديو اللي بدل كل شيء، حقيقة كيك ومنصة ستريمرز. في الاول 300 فيو، ولكن من بعد 24 ساعة الفيديو غيضرب 60,000 مشاهدة، وهنا بان الطريق. موراها شنو درت الفيديو اللي غادي يبين لي الطريق وكيفاش غادي نمشي. درت فيديو ديال حقيقه كيك جنة ستريمرز، هذاك هو اول فيديو غنديرو ولا غيبين لي الطريق. وداك الفيديو تخيل معايا راه في 4 السوايع الاولى ما كان ضرب وقيله شي 200 فيو ولا ما نعرف، ما كانش فريمون يعني الفيديو كيبان عليك راه ما غيدير حتى شي حاجه. دازت واحد 4 ديال السوايع والفيديو جاب 3000. انا نعس ديك الساعه، ماشي نعس وقيله في 12 الليل ولا ما نعرف. الفيديو كيبان لك بلبلها، ضرب شي 4000 شي 10000 فيو. المهم في اول 24 ساعه ضرب شي 60000 فيو. هذا راه اعجاز، هذا صاحبي ما عمري ضربت انا هذا البلان هذا. شنو ضرب فيديو في شان ميته صاحبي، وغادي تريكافريها والفيديو غادي يضرب لك. حد ديك الساعه كيك، ديك الساعه كيك يلاه كيبان، ديك الساعه بنادم يلاه كيعرف كيك، بنادم يلاه ستريمرز كينتقلوا من كيك، واحد غادي من تويتش لكيك. يعني فريمون ديك الساعه بنادم كان مهتم بهذا الموضوع هذا. توارا ماشي غير يوتيوبر عادي، هو خدام استراتيجية ان السكريبت هو اهم حاجة، المونتاج مهم ولكن الفكرة هي الاساس، وكيخدم 5 ايام حتى ل6 ايام على فيديو واحد. الايديتين نقول لك انا حتى خدام بواحد الاستراتيجي اللي كتعجز صراحه بزاف. كنخدم بارتي بارتي، ما كنخدمش فيديو كامل. داكشي علاش كنتعطل بزاف الفيديوهات، واكثر حاجه كتاخذ ليا في الفيديو الوقت صراحه هو السكريبت، هو اللي كياخذ لي بزاف الوقت. اما الايديتين صراحه ان عطيتو كاع 3 ايام نقدر نساليه، حيت حاولت في هاد الايام الاخيره وليت كنفوكسي نحط فيديو على الاقل فيديو في السيمانه، وليت تنخلي واحد دوك الايديت اللي كيكونوا زعما اللي كيتستعملوا بزاف، وليت كنخليهم بريسيت باش ما بقاش نعاود كلشي ازيرو. فهمت؟ غالبا الفيديوهات كياخذوا ليا كاع 5 ايام 6 ايام كاع الخدمه تاع طوط. توارا كيقول باللي اليوتيوب ماشي ضربة حظ ولكن تراكم، وباللي خاصك دوز 50 حتى 100 فيديو باش تحكم على راسك. تنصح شي واحد اللي باغي يدير يوتيوب، بنادم يفوكسي على راسو، يفوكسي على الكونتنت ديالو، ويفوكسي على الفاليو في هذا الوقت. ما بقى حيت بزاف اللي ولاو كيديروا فيديوهات، خاص ضروري شي لعيبه غادي تميزك على بنادم. يا غتميزو بالبيرسوناليتي ديالك، يا غيميزو بالايديتين ديالك، يا غتميزو كيفاش كتبريزونتي الفيديوهات، المواضيع. يعني راه بزاف د الحوايج اللي يقدروا يميزوك على بزاف د الناس. اهم نصيحه هي ما تحاولش تكون شي واحد اخر، البيرسوناليتي ديالك هي تكون عندك، غادي زعما تفيدك صراحه. وبنادم يكمل ما ييأسش، حيت راه بزاف دابا ولاو كيعتبروا صناعه المحتوى كخدمه اولويه. ومن بين الاخطاء الكبيره اللي دارها هي انه حبس يوتيوب في البدايه.
هو اكبر خطا درتيه في يوتيوب؟ اكبر خطا درته في يوتيوب صراحه هو فاش لاشيت، فاش ما كملتش من ديك الوقت. ماشي خطا، هو اللي راك كتقول فيه اخر. وكيعطي نصيحة ذهبية وكيقول باللي ما خصكش تحاول تكون شي واحد آخر، ركز على الشخصية ديالك، صبر صبر وزيد صبر. وزاد حاجة مهمة باللي هاد الشي ديال تابعني نتابعك ما غينفعك بحتى شي حاجة. دابا المشكله هي بنادم باقي صحابو راه غادي تخدم ديك الطريقه. وحق الله. راه هاد القضيه هاد القضيه راه كنتي جربتيها شحال ديال كنت جربت هاد البلان ديال التبادل الاشتراك. راه واحد تيتابونا معاك غدي كتلقى حيده واخا يكون يخليها راه ما غاديش يتفرج فيك. هو مابوني 10000 بحال الشانل ديالك، يعني كيفاش غادي يتفرج فيك؟ وديك هاد القضيه راه كانت خدامه شحال، ماشي خدامه المهم كانت منتشره بزاف هاد القضيه ديال التبادل الاشتراك. راه كانوا جروبات في فيسبوك فيهم 100000 والله الا فري. ويوتيوب راه ولا زعما في الاونه الاخيره راه ولا في الراجل ديالو ولا صارم على هاد البلانات هادي، ولا صارم بزاف في الراجل ديالو. ولا ديري اي شي لعيبه هكا خفيفه مشيت. سولوه واش يقدر يكذب على المتابعين مقابل فلوس، الجواب ديالو كان واضح، لا، حتى انه جاتو عروض ورفضهم حيت عارف ان الثقه ديال الاودينس هي اهم حاجه. وهنا كيبان الفرق بين يوتيوبر عادي ويوتيوبر باغي ينجح. فايت كذبتي على الاودينس ديالك؟ صراحه لا. الا جاتك الفرصه انك تكذب عليهم مقابل واحد القدر هائل من المال، واش ديرها؟ هي صراحه هاد القضيه راه ما عرفتش واش انت جاتك ولا لا، ما جاتني واحد ديال بلا ما نذكروا داك السميات. وصراحه راه جوج مرات وما يمكن ليش ندير داكشي حيت الاودينس ما يبغيش داكشي. ما فكرتي في الاودينس، ما فكرتيش في راسك. برافو عليك صراحه. وما داكشي ما مسلكش اصلا، ولا من بعد راه ولا داكشي مبلوكي. ولكن هربوني هذوك اللي خرجوا وقال لك حبسنا حيت تبنا، فهمتي حيت تبنا وكذا وداك الشيء حرام. وراه يوتيوب اللي بلوكات داك الشيء، ما كون لحد لدابا راه ما تلقى زبده ما كيديروا اي شيء. صراحه باقيين تيديروا في بلاتفورم اخرين ماشي هذوك. الله يهدي بنادم. من برا كتبان سهله، ولكن الحقيقه فيديو كيخدم عليه ايام وما كيضربش، احباط وضغط ولكن كيكمل. وهذه هي العقليه اللي خاصك باش تنجح. 10 في 10 باش كتحس؟ بيان سور كتحس باحباط صاحبي. فوقاش اخر مره حسيتي بهذا الشعور؟ يلا فيديو الاخر ديال الفيلا و 18 دقيقه ناري عرفتي ما بلانش. ولكن هذا البلان واش ما كيخليكش زعما تنقص من الكاليتي ولا ما تيهمك صافي انت عادي؟ لا ما صافي كي ديباسي يومين كديباسي. ما انا صراحه فاش كتكون هذه ما كنبقاش نتشيكي بزاف. ربيتي المناعه؟ لا انا لقيت فيديو بحال هكا النيت ما ضارب واصل ل 10 على 10 صافي تنبقاش كاع ندخل نتشيكي. انا كنساه هادشي ما بقيتش صافي تلقاك وتشوف كتشوف ما كاينش الريزولت، ما كاينش شي حاجه. اللهم علاش نضرب انا التماره كاع هنا ما كاينش الريزولت. غادي ديباسي انا ما ديباسيتيش داكشي راه ما غدير والو صافي. طوارة ماشي غير يوتيوبر، هو مثال ديال واحد طاح وقف وعاود بدا، واللي دار الفرق ماشي الحظ ولكن الاستمراريه، الذكاء وتعلم الاخطاء. دابا السؤال ليك، واش طوارة فعلا من اقوى اليوتيوبرز في المغرب؟ وواش يقدر يوصل ل1,000,000 ولا لا؟ كتب لي في الكومنتيرات وما تنساوش لايك وسبسكرايب.